استعدادا للموسم الجديد الزمالك بيخسر وديا 1-0 امام وادي دجله، وبيمغص بطن او بيوجع بطن جماهيره ومحبيه بسبب سقف الطموحات اللي الزمالك عمالين نديها جرس في جرس في جرس في صفقه في صفقه، وفي الاخر الزمالك بيخسر من وادي دجله. بس انا عندي معلومه او تفصيله مهمه جدا جدا بالنسبه لي، ركز معايا واعمل لايك واشترك مهم جدا جدا في القناه وفعل زر الجرس وقول لي رايك في الكومنتات، مهم جدا. انا مشكلتي انا مش مع ان الزمالك خسر في ماتش ودي بيجرب فيه لعيبه، لا، انا مع او عندي مشكله ان الزمالك امام الفرق اللي طالعه من تحت من الدوري الدرجه الاولى لدوري ممتاز، الفرق دي بتتنجم علينا، الفرق دي بتعمل ماتشات كبيره علينا. وادي دجله صعد للدوري الممتاز، رجع تاني السنه اللي فاتت واللي قبليها واللي قبليها واللي قبليها، كل الفرق اللي بتطلع من تحت بتعمل علينا ماتشات كبيره وبتكسبنا وبتمسح بينا الارض وبتخسرنا الدوري، وبنخسر الدوري بسبب الفرق الصغيره، مش بسبب الفرق الكبيره، بسبب الفرق الصغيره. ده اعتقد بسبب ان اللعيبه مش بتدي اهميه كبرى للماتشات دي. من وجهه نظري مش عارف ايه الحل، رايك في الكومنتات. سلام.